السلام عليكم، أنا مصطفى ناجي ودي حلقة جديدة من المنيو. الحلقة دي لسه خارجة من الفرن طازة. خليني أقول لك إن الغباء مش حاجة بنتولد بيها، لأني مؤمن إننا اللي بنختار نكون أغبياء. وزي ما في مقولة شهيرة بتقول أن تكون ذكيا تعني أن تتصرف بذكاء، وبالتالي التصرفات والقرارات الغبية هي برضو اللي بتخلينا نظهر بمظهر الأغبياء. ومفيش أسوأ من إنك تقود دولة كاملة للحرب بسبب حاجة تافهة وغبية ويموت فيها الآلاف بل ملايين البشر. وعلشان كده أنا النهاردة جاي أتكلم معاك عن أغبى أسباب أدت لحروب على مر التاريخ. فيلا بينا نبدأ. رقم 5، تصفيات كأس العالم بين السلفادور والهندوراس. كرة القدم هي الرياضة الشعبية رقم 1 على مستوى العالم، وطبعا ده اللي بيخلي التعصب فيها بيزيد بدرجة كبيرة جدا، وبالذات لو المنتخب بتاعك هو اللي بيلعب. بس برضه هي في الأول والآخر مجرد رياضة، بمعنى إن أيا كانت نتيجة الماتش فهي مش شيء بيتبني عليه خطط مستقبلية للدولة، غير في بعض الحالات زي قطر في كأس عالم 2022. المهم يا سيدي، الحكاية بتبدأ سنة 1969 في مباراة بين السلفادور والهندوراس لتحديد المتأهل لكأس العالم، وخلصت المباراة بفوز السلفادور وتأهلها للبطولة. لحد دلوقتي الموضوع بسيط وتمام، ولكن هنا بتتحول الفرحة لحزن في السلفادور بعد التأهل، لما في يوم 3 يوليو بتدخل طيارة حربية تابعة لدولة الهندوراس المجال الجوي للسلفادور، وأطلقت النار على كتيبة من السلفادور، وده طبعا اللي خلى السلفادور تقرر ترد الضرب وتدافع عن أراضيها. وجهزت جيشها ودخلت ل40 متر جوه حدود الهندوراس، واشتعلت المعركة ما بين طيارات من هنا على ضرب من هنا، ومحدش فاهم في ايه. اصل مش اخر كاس عالم في الدنيا يعني يا شباب، استهدوا بالله. وبعد اسبوعين وبسبب التدخلات الدولية من الدول الخارجية والوساطات لتهدئة الاوضاع، فعلا بتقف الحرب بين الدولتين اخيرا. رقم 4، حرب طيور الإيمو. معلش هو للتوضيح، هي دي ما تعتبرش حرب قوي، لأنها كانت بين البشر وطيور اسمها الإيمو، بس اللي ضحك ان البشر خسروا الحرب دي، فعشان كده قلت اتكلم عنها. بتبدا الوكسه في استراليا سنه 1932 لما اعلن الجيش الاسترالي كله حاله الحرب ودخوله في معارك شديده مع طائر الايمو. ودي طيور استراليه زادت اعدادها بشكل كبير وقتها، علشان يقرر الجيش ان هو يعمل لها اباده جماعيه او حتى يقلل اعدادها شويه. المهم يعني ان الجيش فشل ان هو يعمل كده بسبب ان سرعه الطيور دي كانت بتوصل ل 30 ميل في الساعه، فاللي هو يعني مش هتعرف تلمحني وانا بطير قدامك. وكمان الجيش الاسترالي كتر خير الدنيا بعد شويه فرهضه قرر انه يعلن انسحابه واعلن هزيمته في الحرب وانتصار طيور الايمو. رقم 3، مخبز فطائر والحرب بين المكسيك وفرنسا. بتبدأ الحكاية في نوفمبر سنة 1886 لما اجتاح الأسطول الفرنسي جمهورية المكسيك، أيوة بتاع بريكنج باد الصفرة دي، لما اعتدى جنود مكسيكيين على صاحب مخبز فطاير فرنسي في العاصمة نيو مكسيكو، وتسببوا في تلفيات كبيرة لصاحب المخبز. فقام طبعا صاحب المخبز بتقديم شكوى للويس فيليب ملك فرنسا في الوقت ده. ولو ما تعرفش تاريخ فرنسا الاسود اللي هنتكلم عنه ان شاء الله الحلقة الجاية، فهم علشان يدخلوا اي دولة لازم يعملوا حاجة زي كده او مشكلة وبسببها يدخلوا الدولة، لان مش بعيد اصلا تكون الحادثة الخاصة بالمخبز دي مدبرة من الجيش الفرنسي نفسه. ما علينا يعني ان ملك فرنسا وقتها قال للمكسيك يدفعوا تعويضات لصاحب المخبز، بس المكسيك قالت له مش دافعين، ورينا بقى هتعمل ايه يا بتاع كوفاسون. فلويس قال لك تمام، انا كنت مستنيهم يغلطوا وهم غلطوا اصلا، وبعت الاسطول الفرنسي وبدا يقصف بالمدفعيه بتاعته سواحل المكسيك. بعد شويه صمود بتستسلم المكسيك وبتدفع لصاحب المخبز فلوس التلفيات، زائد شويه غرامات كده لفرنسا لزوم المواصلات اللي ركبوها لحد المكسيك. رقم 2، حرب بسبب كلب. اليونان وبلغاريا دولتين حدودهم جنب بعض على طول، لسه خارجين من مدعكة الحرب العالمية الأولى ومحدش فيهم طايق التاني، وكان في حالة كده من عدم الترقب بتسود المنطقة الحدودية بين الدولتين، إلا إن التوتر وصل أقصاه في 22 أكتوبر سنة 1925 في مدينة حدودية اسمها بيتريتش، لما قام جندي يوناني بمطاردة الكلب بتاعه، بس لحظه السيء إن الكلب يجري منه بعيد لدرجة إن هو يعدي حدود بلغاريا ويدخل جواها، والجندي اليوناني ما ياخدش باله غير وهو بيجري ورا الكلب بتاعه وحواليه جنود بلغار علشان يتضرب بالنار ويموت بسبب الكلب بتاعه. وده يسبب إن ترجع المناوشات العسكرية مرة تانية بين الدولتين، وكل ده بسبب إن واحد نسي يربط الكلب بتاعه.
رقم 1: سرقة دلو تؤدي لحرب أهلية. ماما ميا. الحقيقة دي الكلمة الإيطالية الوحيدة اللي أنا أعرفها، وغالبا قلتها بشكل وحش جدا، بس مش مهم. حبيت بس أقولها لأن في سنة 1325 اندلعت حرب أهلية في إيطاليا بين مدينتين هما مودينا وبولونيا، بعد ما سرقت فرقة صغيرة من جنود مدينة مودينا دلو خشبي من بولونيا. ولو ما تعرفش يعني ايه دلو، اللي هو يعني جردل، الموضوع يبان بسيط وعادي، يعني ما يستاهلش، بس سكان بولونيا قرروا انهم مش هيعدوها واعتبروها اهانة كبيرة جدا ليهم، واصروا ان هم يرجعوا الدلو مرة تانية. وفعلا جهزوا الرجالة وراحوا هاجموا مدينة مودينا علشان تقوم حرب أهلية استمرت ل 12 سنة، مات بسببها عدد كبير جدا من الناس في المدينتين، وكل ده كان بسبب دلو خشب. بالمناسبة بعد ال 12 سنة حرب بولونيا معرفوش يرجعوا الدلو الخشبي. وبس يا سيدي، كده تكون الحلقة خلصت. فلو انت لسه مكمل لحد دلوقتي فاعرف اني بحبك، وخد بوسة، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا سلام.